يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. نقطة سريعة كده للناس اللي خلاص اتقابلت، ألف مبروك ليكم. الحاجات اللي انتم المفروض تجيبوها معاكم هتكون كالآتي. طبعا أنا مش هقول لك على الأدوات الشخصية بتاعتك أو أدوات النظافة بتاعتك اللي انت تجيبها، دي حاجة أساسية. الأدوية بتاعتك لو انت مثلا لا قدر الله مريض ضغط، مريض سكر، أي مرض مزمن عندك، هات الأدوية بتاعته مضاد حيوي، علشان هنا ما بيصرفوش مضاد حيوي. ممكن تجيب معاك أدوية برد أو أدوية كحة، والمسكنات يا ريت تجيب معاك مسكنات لو انت بتحتاجها، ما بتحتاجهاش خلاص ربنا يعافيك. تجيب معاك برضو الطاسه او حله، علشان انت اول شهر مش هتيجي هنا تصرف، يعني كله على حسب فلوسك. عايز تيجي وتشتري من هنا مفيش مشاكل، الاسعار هنا برضو متناول الايد. الطاسه او الحله ممكن يعملوا معاك 300 كورونا 400 كورونا. لو انت هتحولها بالجنيه المصري فهتكون مثلا في سكه 800 جنيه مصري، 850 جنيه مصري او 900 جنيه مصري. انت ودماغك. ادوات الدراسه بتاعتك، اللابتوب بتاعك لو انت بتحب تذاكر كتير فهات معاك مثلا كشاكيل واقلام والكلام ده. حاجه هنا برضو مش غاليه، الاكل كله متوفر هنا، فما تجيبش معاك اكل، كل حاجه هتلاقيها موجوده هنا. وفي حلال برضو لو انت بتسال او بتدور على حاجه حلال. اهم حاجه لازم تيجي ويكون معاك شطافه او شطافتين، يعني واحده باظت منك تستعمل التانية. دي اهم حاجه لازم تجيبها معاك، الشطافه اوعى تنساها. البهارات يا باشا، تنساش تجيب البهارات معاك. هنا هتلاقي بهارات بس مش زي عندنا في مصر. اللبس انت داخل على شتاء، فممكن تجيب جواكت، بس الجواكت النظيفه جدا اللي هتستحمل معاك البرد لو لقيتها في مصر ممكن تكون عامله 4000 5000 6000 جنيه. بس لو انت عايز توفر الفلوس بتاعتك دي في مصر وتيجي تصرفها هنا بحاجه او بسعر قليل، هتلاقي هنا في براندات كتيره قوي بيكون عامله اوفرز كتير قوي. ممكن تلاقي اوفرز في زارا، في سيرفيت، في اتش ان ام. ممكن تلاقي اوفرز في بولمبير، في بيرشكا، يعني كتير. السوق هنا كتير ومفتوح، وحاجات رخيصه. يعني جاكيت ممكن تجيبه ب 700 كورونا مثلا، اللي هي 1000 ونص مصري. الجاكيت ده ووتر بروف. الكوتشيات بتاعتك ما تجيبش كوتشيات كتير وانت جاي من مصر. الكوتشيات هنا برضو بيبقى فيه اوفرز عليها كتير، تلاقي اديداس وهتلاقي نايكي وهتلاقي بوما. هنا في حاجات كتيره قوي بتنزل عليها اوفرز وبتكون ووتر بروف كمان، يعني فما تقلقش من حاجه زي كده. الفلوس هتقدر تطلع بكام ويقدروا يعيشوك هنا، دي حاجة تقديرية ليك. بس طبعا كل ما يكون معاك فلوس زيادة كل ما انت هتكون مطمن اكتر ان انت ممكن في اول شهر ما تلاقيش شغل. لو انت الباك جراوند بتاعك كويس في الاي تي ممكن تشتغل، بس مش بعد شهر، علشان ما تجيش تقول ان انا قلت لك بعد شهر، لا، ممكن تطول عن كده. لو انت عندك باك جراوند عن اكاونتنج، سواء اكاونت بيبل او اكاونت ريسيفبل او اي خبرة سابقة في مجال الفاينانس، ممكن تشتغل. بس برضو علشان اكون امين معاك، يعني مش هتلاقي في خلال شهر. اول ما تيجي هنا ممكن تنزل تشتغل في المطاعم. في مطاعم كتير هنا، وفي ناس اشتغلت في مطاعم. ممكن تشتغل في الوير هاوسز هنا كتير قوي. مش هي كلها بس هتكون متوقفة عليك انت عندك قابلية ان انت تشتغل ولا ما عندكش قابلية ان انت تشتغل. انت عايز تنمي المهارات بتاعتك علشان تلاقي حاجة في الاي تي او تلاقي حاجة في الاكونت بيبل او في الاكاونتنج عموما، يعني دي حاجة كويسة مش وحشة. في بس كام نصيحة كده عايز اقول لك عليهم. ركز على الانجليش بتاعك قوي قوي قوي. حاول تطور الانجليش بتاعك جدا، علشان ده هيفرق معاك هنا. لو الانجليش بتاعك كويس قوي فاضمن ان انت هتلاقي شغلانه كويسه والمجهود بتاعها قليل والمرتب بتاعها كويس نسبيا، مش هتتعب. الفلوس بتاعتك اللي انت عايز تيجي بيها ممكن تيجي بفرنج 100,000 مصري، اللي هي 50,000 كورونا. 50,000 كورونا دول هيعيشوك هنا شهرين كويس جدا. بتدفع منهم الإيجار، بتجيب منهم أكلك وشربك ومصاريفك، وبتدفع منهم برضو فاتورة الموبايل بتاعك. لو عندكم أي أسئلة تاني اسألوني وأنا هجاوب عليها. هعمل لكم شورت فيديو كتير قوي الفترة الجاية للأسئلة بتاعتكم وهجاوب عليها سؤال سؤال. سلام.